السلام عليكم يا بنات، ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينيه السمك في الفرن، وهنعمل رز صياديه معاه ان شاء الله. الطريقه هتعجبكم جدا، وهتنسوا بقى ان انتوا تقلوا السمك او تشووه تاني، وهتعملوه بالطريقه دي هتعجبكم جدا ان شاء الله. بصوا، اول حاجه انا جبت صاجين كده غلفتهم بفويل، وحطيت الخضار من تحت. ممكن تحطوا طبعا ورقه زبده كده من تحت، وقطعت طرنشات طماطم وبصل وفلفل، دعكتهم كويس بملح وفلفل وكمون. وعملت بقى التتبيله بتاعت السمك، ملح وكمون وكزبره ناشفه وثوم مفروم مع فلفل حامي وليمون وجزر مبشور وخضره. قلبتهم كويس جدا مع بعض. والجزر دوت اللي انا حطيته انا كنت مفرزاه عندي. بحب جدا لما يبقى عندي جزر كده، اخد 2 3 ابشرهم واحطهم في الفريزر، بينفعوا جدا في التتبيلات دي. تمام. دلوقتي انا نضفت السمك كويس جدا، وعملت له كده فتحات زي ما انتم شايفين، 3 فتحات كده، وتبلته كويس بالتتبيله دي من جوه، والباقي حطيته كده من فوق، وقطعت طرنشات ليمون وحطيتها كده من فوق، ورشتين زيت، ودخلته عندي الفرن في الرف الوسطاني. تمام. نعمل بقى الرز الصياديه على ما السمك عندي يستوي. هو مش بياخد وقت. كوبايتين رز غسلتهم كويس جدا وصفيتهم، وعندي بصلايه مبشوره وطماطمايه مبشوره، وطبعا زيت او سمنه، الماده الدهنيه المتوفره عندك. جبت حله حطيت فيها 3 معالق كده من الزيت، تمام، او السمنه زي ما قلت لكم اللي موجود عندك، وحطيت البصلايه، وهفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما لونها يغمق شويه، بس طبعا ما يتحرقش. دي اللي هتديني بقى اللون بتاع الرز. يعني ايه، عايزين نغمقها بس كده شويه، بس اوعوا تحرقوها عشان ما تمررش معانا الرز. طبعا بعد ما خدت اللون اللي انتوا شايفينه ده، بننزل بقى بالطماطمايه المبشوره. بتدي للرز برضو طعم حلو، وبتديله لون حلو كمان. هقلبهم بقى كويس مع بعض. الرز ده بيبقى حلو جدا مع السمك طبعا، وفي ناس بتعمله بالرز الابيض خالص، فبراحتكم خالص. يعني اللي يعجبكم. انا بحب اعمله بالرز البني ده. صدقوني الوصفه بتاعت السمك دي هتبقى حلوه جدا يا بنات، وخفيفه جدا على المعده، يعني مش هتاخد معاكي، يعني يا دوبك هو معلقتين الزيت بس. حطيت بقى عندي هنا الميه حوالي 2.5 كوباية كده من الميه، ميه عاديه خالص. انا طبعا مولعه النار علشان الميه تغلي معايا، وبعدين ابقى اضيف الرز. دلوقتي هبهر بقى الميه ديت، احط ملح، وممكن تحطوا مكعب مرقه، بس انا ما بحبش استخدم مكعبات المرقه كتير بصراحه. واحط شويه كمون وفلفل اسمر، وطبعا ربع معلقه صغيره كده من القرفه، بتدي للرز طعم وريحه حلوه جدا. يبقى حطيت ملح وفلفل وشويه كمون وربع معلقه من القرفه. اسيبها بقى لحد ما تغلي. ادي الميه عندي غليت اهي، هبتدي بقى انزل عندي الرز. ضعفوا بقى الكميه زي ما انتوا عايزين. انا عملت 2 كوباية بس من الرز. هو مش هياخد معايا وقت طبعا. انا في الوقت ده شفت السمك عندي، بصيت عليه لقيته لسه يعني محتاج شويه. ممكن تحطوه من تحت في الفرن من تحت كده، لو الفرن عندك ما بيلسعش الحاجه، لان هو السمك اصلا مش بياخد وقت. هندي تقليبه بس الرز كده. طبعا هو يعني لسه شويه، بس نديله تقليبه علشان خاطر البصل والطماطم اللي احنا حاطينها ما ينزلوش في قعر الحله من تحت. اغطي بقى عليه وهسيبه بس هو 5 دقايق، وهتلاقيه استوى معاكي. بصوا، هو الرز دهوت استوى، ما اخدش مني يعني يا دوبك 7 دقايق بالظبط، وكان استوى. بصوا، وجميل جدا وريحته حلوه جدا. جربوه ان شاء الله هيعجبكم قوي. غرفت عندي الرز زي ما انتوا شايفين اهو. بس هو لونه فاتح هنا في الكاميرا، بس هو لونه حلو جدا في الحقيقه. وعملت سلطه الطحينه. طبعا الطحينه دي احنا عاملينها في البيت، والسمك طلع معايا اهو. بجد تحفه وريحته كانت رهيبه.
ده لون الرز اهو، انا صورته لكم بجد رهيب. ان شاء الله تجربوا الطريقه ويعجبكم. طبعا الصوص اللي نزل من السمك دوت انا بحبه جدا، ما يبقاش ناشف، يبقى فيه صوص شويه كده، وطبعا بيبقى مع الرز طعمه حلو قوي، والخضار طبعا اللي احنا حاطينه بيبقى طعمه برده جميل. وعملت طبعا سلطه خضراء وبس كده. ده كان الغدا بتاعنا النهارده. يا رب تكون الطريقه عجبتكم، ان شاء الله تجربوه. وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا بالمره في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.